السلام عليكم يا حبايبي يا حلوين. النهارده هنعمل معاكم رز بلبن. دلوقتي دول 2 كيلو لترين. شوف دي بتتباع في السوق، خلوا بالكم منها كويس. دي بتاخد 2 كيلو. دلوقتي طبعا بالنسبه للرز معلقه الملح، ادي المعلقه اللي انا بعاير بيها بدي كده، دي معلقه ماشي. طبعا الرز زي ما انتم شايفين كده ايه، الرز دي نقعناه، بيتنقع ساعة ساعتين زي براحتك يعني. انا نقعته ساعتين. طبعا الكوباية هي دي الكوباية زي ما انتم شايفين، الكوباية دي انا بعاير بيها كوباية على 2 كيلو لبن زي ما انتم شايفين كده. دلوقتي هو اللبن دلوقتي غلى، بس انا وطيت النار شوية اهو كده. في ناس بتبقى ايه تعملوا، انا عاملاه لبن كده من غير ما مسكت اللبن حطيت عليه ميه ولا حاجه. لا، هو لبن خام 2 كيلو ازازه تاخد لترين اللي انا وريتها لكم دلوقتي. ما بحبش احط على اللبن ميه عشان بحب اكله كده ايه. طبعا اولا في ناس بتحبه بالسكر وفي ناس بتخليه كده، يعني بخليه معلقه الملح بتخليه ليه طعم وحلو. ولما يغلي ويخش في السوا واحطه في الطبق ابقى هوريه لكم اهو يا جماعه. رجعنا لكم تاني، الرز استوى اهو. شوفي اهو الرز باللبن استوى، بيجي عامل ايه اهي اهي. شايفين القوام؟ هو كده استوى. كريم شانتيه زي ما انتم شايفين اهو، بيتحط عليه كده كيس. تقلبيه كده. السكر ده تبع الرغبه، يعني في ناس تاكله بالسكر الرز بلبن، وفي ناس تاكله كده. احنا بنحبه كده من غير سكر. زي ما انتوا رجعنا لكم تاني بعد ما حطيناه في الطبق زي ما انتوا شايفين. شايف الشكل والقوام الحلو ماشي. هيعجبكم ان شاء الله، وما تنسوش تشوفوا لي لايك واعجاب. السلام عليكم.